الآن مثلا منذ كم شهر عرض عليكم وتم الإعلان هنا اتحاديا عن مشروع قلب الوطن المهدوي، أي العاصمة هذه طوبى، وفيها شنو؟ جامع بقية الله الأعظم صلوات الله عليه. وشفتوا تصميم الخيالي الموجود من أروع التصاميم، صحيح؟ زين، هذا الجامع منذ تلك الأشهر إلى هذه اللحظة ليش التأخر في التبرعات؟ تبرعات إجت، ما نقول ما إجت، جاءت، بس هذا التباطؤ. زين، هذا راح يؤدي أنه متى يكتمل مشروع المسجد أو الجامع؟ بعد 5 سنوات 6 سنوات الآن. لذلك الآن حكومة الوطن المحلية تفكر بأنه إحنا لازم نسوي لنا مسجد صغير، لأنه ما نقدر نشرع بهذا. تدري إذا بدأت بعد في الجامع الأعظم هذا مصاريف بالملايين كثيرة جدا، ومو معلوم أن الناس راح يواكبوننا على كل مراحل الإنشاءات وكذا. نقع في حرج، أكو عقود مع شركات مقاولات ومع عمال ومع جهات مختلفة، ما تقدر إذا بدأت فت بالقضية ما تقدر توقف. فيقول خلص ما دامت الأمة هكذا متوانية ومتراخية، احنا نبدأ نسوي لنا مسجد صغير في حي تمهيدي صغير، حتى هذا المخطط العظيم كله للوطن، حتى هذا أيضا يرجى إلى حين اكتمال المبلغ كلية 15 مليون 20 مليون أي شيء اللي يكون. خلاص احنا بهذا المبلغ المتوفر نسوي لنا حي مؤقت هكذا، حي تمهيدي موجود بهذه النقطة وخلص، إلى حين ما الناس يجون شيئا فشيئا. ليش طيب نسوي كل هذا العمل؟ هو أنتم تلجئون الإدارة لأن تتصرف هذه التصرفات بسبب هذا التباطؤ. ما تعلمتم الدرس من مالك الأشتر، ما تعلمتموه. ليت في شيعتي واحد مثلك أنت. حاولوا أن تقتربوا إلى ما كان عليه مالك الأشتر عليه الرحمة. حاولوا لا تتركوا هذه الأمور هكذا معطلة ومتأخرة، وهذا البطء القاتل الكئيب هذا الذي يوقعنا في كل هذا الحرج. نحن إنما نقوم بهذه المشاريع من أجلكم، من أجل هذه الأمة. وإلا أنا شخصيا أنا مرتاح قاعد بمكاني والحمد لله، مؤسساتي موجودة وإمكانياتي موجودة وعايش. صح أنا عايش بالإيجار عادي، حالي من حالكم، بس يعني عايش هاي بلندن، عايش مرتاح. إذا أريد أنا راحة البال ترى لا أدعو لا إلى وطن مهدوي، ولا أدخل بكل هذه حرق الأعصاب هذا، ولا كل هذه الضغوط، ولا كل هذه الصعوبات. أنا يوميا هنا بس أخلص الجلسة على طول يبدأ اجتماع مباشرة مع الإخوة في إدارة الوطن حتى نلملمها. أعينوا، المسؤولية قد ألقيت في أعناقكم الآن. لا تحاول أن توجد لنفسك معاذير. عندك إمكانيات، يا الله على طول قول أنا أساعد. ما أجملها الآن، واحد يأتينا خير مثلا من الذين أنعم الله عليهم مثلا، يسر عليهم، يجي يقول أنا راح أجي أشيل الجامع الأعظم كله على حسابي، كله أشيله. جامع باسم بقية الله الأعظم صلوات الله عليه، تصميم فريد من نوعه، جميل جدا، مميز، يمزج ما بين الأصالة والتراث وما بين الحداثة، كذلك طريقة مبتكرة جميلة. وهذا قلب الوطن، هذا مركز الوطن هناك، حتى ننتقل ونروح نتوكل على الله. ما أجمله. واحد يجي يقول أنا هذا أشيله على حسابي، واحد آخر يأتي يقول أنا أشيل المستشفى على حسابي، واحد ثالث يجي يقول أنا أشيل مثلا مبنى الإطفاء مثلا على حسابي، واحد يقول ما أدري أشيل المدرسة مثلا على حسابي، وهكذا كل واحد يشيل شيء. يا أخي على أقل ما هنالك شيل شارع ببنيته التحتية. اختار لك شارع من الشوارع، شوف كم يكلف، 100,000 200,000 أي شيء اللي يكون حسب موقعه وطوله وإلى آخره. قول أنا هذا أنا أتكفل به. ولا تتوقع الآن في هذه اللحظة، يعني أكو هم احتمال، أنا سمعت هكذا، يعني أكو البعض
شنو يتوقع؟ يتوقع أن يكون المبلغ المطلوب محدد بالملي. ما يصير إخواني، لأنه هذا موجود في كل الدنيا، حتى حكومات تدخل بمشاريع عملاقة إنشائية مقاولات، المصاريف ممكن تتزايد، تطلع لك أشياء، هذا شيء معروف. يعني تجي دولة تقول أنا راح أسوي مطار بهالمنطقة مثلا، كم راصدت له مثلا ميزانية مثلا 20 مليون 30 مليون نفرض، تشوف بعدين بسبب طبيعة يعني الإعمار والإنشاءات والتحديات اللي تظهر تتزايد الكلفة. هذا طبيعي. بيت أصلا أحسنتم، واحد أحيانا يبني بيته يعطوه أولا سعر تقديري أولا شركة المقاولات، وبعدين يقول بالمنتصف طلعت لنا هالمشكلة هنا، هالمشكلة لازم نسوي لك شغلة، هذا راح يزيد عليك الكلفة شوية أكثر هنا وهناك. ماكو شيء يعني في هذا العالم ممكن واحد من البداية يعلم الغيب ويحددها بالملي، يعني مو صحيح. لازم يكون عندنا نوع من المرونة. فيلم سيدة الجنة عليه السلام لما دخلنا به احنا راصدين ميزانية 5 ملايين في البداية، مع أننا قلنا إذا ما كفانا نطلع حملة ثانية، إذا ما كفانا نطلع ثالثة رابعة، وهكذا إلى أن يكتمل. طلعنا كم حملة احنا؟ 4 حملات ما أدري 5 حملات، إلى أن تصاعد المبلغ، تصاعد وصل ل 15 مليون. طبيعي هذا، هذه هي الدنيا يعني. فأنت شنو تتوقع؟ أنت بالمقدار اللي تتمكن منه الآن تبرع وتوكل على الله عز وجل حتى لا تتعطل هذه الإنجازات، ونمضي قدما ونقدر نحتضن الملهوفين، نحتضن المستضعفين، خاصة من الإخوة المتشيعين، الإخوة مثلا في سوريا، في لبنان، الناس اللي في أوروبا تعاني. هذا من جهة. كذلك حتى نشرع فورا في تربية الجيل المهدوي بالمناهج الخاصة. الوطن المهدوي ميزته إخواني أنه منطقة إدارة ذاتية، بمعنى أنك تتولى أمورك بنفسك. أنت عندك مناهجك الدراسية ما يتدخلون بها، أنت عندك إدارتك المحلية ما يتدخلون بها، وهكذا عندك حرية هنا في هذه البقعة من هذا العالم. هذا الشيء لا يفوت، فرصة لا تضيع، وإلا فهي غصة، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: بادر الفرصة قبل أن تكون غصة، إذا أمكنتك الفرصة فانتهزها، فإن إضاعة الفرصة غصة. طريق التبرع أيضا معروف. هذا الأخ عبد الله الخلاف مسؤول هو عن التبرعات، اتصلون به على رقم تليفونه. كذلك الإخوة هنا في الاتحاد يستقبلون تبرعاتكم بطرق مختلفة شتى موجودة. المسؤولية ألقيت، أنا الذي علي ألقيته على عواتقكم، وكل بعد يؤاخذ ويحاسب. إذا لا سمح الله أراد أن يبخل أو يشح يكون شحيحا، هو الذي يؤاخذ. الروايات تقول لا يكون المؤمن شحيحا، ما ممكن شخص مؤمن حقيقي ويكون عنده شحة. يشوف حال الشيعة في العالم ويأتيه نداء مثل هذا ومع ذلك يشح هكذا، يصير بخيل. هذا إذن قلبه ليس مكتمل الإيمان، ليس عامرا بالإيمان كما ينبغي، إيمانه غير مستقر ومكتمل. هذا لا، مع الأسف لازم يراجع إيمانه. كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إذا مات الميت من أصحابه وقيل له تعالى يا رسول الله صل عليه، ففورا يفعل هكذا. شوف احفظها هذه، يقول صاحبكم هذا كان هكذا أم هكذا؟ هكذا يعني معطاء، كريم جواد معطاء. هكذا يعني الشحيح بخيل. فإذا قيل له لا يا رسول الله كان هكذا، يقوم النبي يروح يصلي عليه. فإذا قيل له لا يا رسول الله كان هكذا، فيقول دونكم صاحبكم فصلوا عليه، ما يصلي عليه. مؤمن مات على الإيمان المفروض، بس لأنه بخيل شيء مبغوض عند رسول الله صلى الله عليه وآله. فليه كنت تتصور هالشكل، يعني أنه أنت عندك شوية فليسات وجامعها ما أدري هنا أو هناك، وتشوف الوضع أمام عينك ما هو الوضع، تشوف الإخوة شلون يعانون أنه حتى يستمر صوت العترة عليهم السلام ويوصل للناس،
متراكمة عليهم فواتير البث الفضائي 70,000، ومع ذلك أنت بخلت بهذا المبلغ اللي شوية جامعة هنا وهنا. هو من الذي أعطى وبذل في سبيل الله عز وجل ولم يعوضه الله عز وجل أضعافا مضاعفة؟ وين هذا؟ اذكر لي واحد. هاي المتبرعين طول هالسنة تصشيم، ما الذي أصلا أكو سر في الموضوع لا يفقهه أعداؤنا مع الأسف، أنه لماذا مع كل هذه الحرب علينا، حرب كونية صايرة، أنه ترى لا تتبرعون لهم، لا تتبرعون لهم، هذول كذا هذول كذا. شوفون عجيب، كل ما يدعونهم إلى حملة جديدة الناس هم تتبرع، لأننا نقول يا أغبياء هنالك السر، وهو أن هؤلاء لما يتبرعون يرون الأثر، يشوفون كرامات اللي صارت، هذا اللي شفي من السرطان، وهذا الذي قضيت حاجته في كذا حوائج مستعصية، وهذا اللي كذا وهذا اللي كذا، إنهم يلمسون ذلك. وهي أشياء كلها موجودة، بعضها حتى بالصوت وبالصورة، موثق الناس اللي مصورين نفسهم قايلين. هذا هو السر. الله يعطي، الله يرزق، هو الرزاق ذو القوة المتين. فماكو خوف، أنفق ولا تخشى من ذي العرش اقتارا، لا تخاف. أما أنك تتفرج بهذه الطريقة وتتأخر وتتكاسل، حتى إن لم تبخل تقول إيه من شوية ها يعني بعدين إن شاء الله بعدين بعد شهرين يوصل لك التبرع. إحنا الآن في هذه الظروف العصيبة ينبغي أن أصلا نكثف الجهود، نسارع أكثر. قدوتنا في ذلك مالك عليه الرحمة والرضوان. ليت في الشيعة مثل مالك ولو واحد.